مراسل العربية في القاهرة قبل قليل أن اشتباكات تدور حاليا بين محتجين مؤيدين للمجلس العسكري في منطقة العباسية في القاهرة. وقال مراسلنا أن الجيش المصري أطلق النار في الهواء لتفريق المحتجين. ومعنا من القاهرة مراسل العربية أحمد بقاتو. أحمد، ما هي الأوضاع لديك؟ نعم، عدد بعد المسيرة التي انطلقت من ميدان التحرير وقامت بها المعتصمون والمتظاهرون الذين كانوا في الميدان، انطلقوا الى مقر المجلس العسكري في منطقة ماشي البكي في مصر الجديدة، عند مسجد النور عند منطقة العباسية المظاهرات وقوات الجيش بمنعهم من التقدم كما حدث بالامس. ايضا الشرطه العسكريه وقفت بالمئات لمنع المتظاهرين من التقدم، ما هي الا دقائق معدوده وقام بعض المؤيدين للمجلس العسكري القاء الحجاره ناحيه المتظاهرين الذين وقفوا عند مسجد النور، وحدث اطلاق متبادل او القاء حجاره متبادل بين الطرفين. سقط العديد من الجرحى، قامت سيارات الاسعاف بنقل بعضهم. يوجد الان سيارات الاسعاف تنقل بعض الجرحى. الجيش ايضا قام باطلاق النار وعيره ناريه في الهواء لتفريق المتظاهرين، لكن الامور حتى الان يعني متقدمه بعض الشيء. هناك بعض او تبادل القاء الحجاره بين الجانبين. نحن بالقرب الان من مسجد النور، يعني الان الخطيب يقف في الميكروفونات بصوت عالي لكي يعني يحث المتظاهرين من الجانبين على يعني يبعوا سلامه الوطن فوق اي اعتبار، على ان ويدعو على ان يؤلف الله بين قلوبهم وان يفكروا في مصلحه مصر اولا واخيرا، بدون النظر الى بعض المطالب او بعض الاشياء التي قد تفسد العلاقه بين المصريين بعضهم البعض. يعني هل مساحه الاشتباك قريبه من بعضهم بين المؤيدين ومعارضيهم؟ هل هم يعني بالفعل بمسافة قريبة من بعض أحمد؟ نعم بالفعل مسافة قريبة للغاية، يعني هم يدخلون من بعض الشوارع الجانبية، يعني يقومون يعني المؤيدين للمجلس العسكري يقومون بإلقاء بعض الحجارة، من ثم يرد عليهم المتظاهرون الذين كانوا يتيمون التقدم إلى مقر المجلس العسكري. أيضا هناك بعض إلقاء من الحجارة من هل هم بأعداد كبيرة أحمد؟ هل هم بأعداد كبيرة؟ بضعة آلاف، ليست كبيرة للغاية لكنها بضعة آلاف، يمكن قول أنها عدد كبير على هذه المنطقة يعني تقريبا. يعني ايضا كنت لاحظ ان هناك القاء الحجاره من بعض يعني الاماكن او العمارات الموجوده في المنطقه. لا اعرف ان كنت تسمع معي الان ما يقوله الشريف. كان هناك دعاء وقرآن يعني يدعو الاشخاص الموجودين والمتناحرون هنا للهدوء والابتعاد عن الفوضى التي قد تضر بمصلحه مصر. طيب يعني احمد، ايضا الجيش اين يقف في كل ذلك؟ هو الجيش يقف موقف المتفرج لا يريد التدخل، يعني الا يعني كل حوالي ربع ساعه يقوم باطلاق بعض الاعيره في الهواء لتفرقه المتظاهرين. يعني هذه المسيره البعض يلوم حركه الثالث من يدير بعض المسلمين بالتحرير على انهم تركوا مكانهم وقدموا الى هنا حيث حدثت بالامس ايضا اشتباكات. يعني البعض يرى انه لم يكن من الداعي من الاصل التقدم الى هنا وزرع الخلافات وانه قد تحدث بعض الاصابات، لكن هم يقولون انهم جاءوا في مظاهرات وان الجيش هو الذي منعهم من التقدم، فقط ارادوا ان يقدموا مطالبهم بصوره سلميه. احمد بقاتو مراسل العربيه من القاهره، شكرا جزيلا لك. ونبقى في القاهرة وينضم إلينا من هناك عماد الدين حسين الكاتب الصحفي. سيد عماد، يعني باعتقادك إلى أين سيصل الوضع بعد هذه الاشتباكات؟ أولا مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. أخشى أننا دخلنا في الأسوأ أو السيء ونتحرك بسرعة كبيرة نحو انزلاق لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. هذا ما حدث فجر أمس ليلا ثم فجر أمس من توجه بعض المتظاهرين إلى ميدان العباسية، ثم تكرار المحاولة اليوم، ثم ما تنوي بعض القوى السياسية خصوصا التيار الإسلامي أن تفعله في الأيام القادمة حتى يوم الجمعة المقبل من توجه بالملايين كما أعلنوا عن أنفسهم مسيرة مليونية إلى ميدان التحرير لطرد بين قوسين العملاء والخونة والملحدين. ده ينذر بكارثة لا يعلم مداها إلا الله. أتصور أنه من الآن حتى يعني الساعات المقبلة لابد أن يتم تهدئة، لابد أن يتدخل عقلاء في كل تهدئة من قبل من؟ المجلس العسكري هل لديه أوراق يستخدمها في ذلك؟ ما هي خيارات المجلس؟ المجلس العسكري اليوم أخذ خطوة تصعيدية عندما اتهم مباشرة حركة 6 أبريل أنها تحاول وقيع بين الجيش والشعب.
الحركة ردت بمؤتمر صحفي قالت نفت هذه الاتهامات جملة وتفصيلا. وأظن أنه الصدام حصل لا محالة بين القوات المسلحة أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحركة 6 أبريل، لكن هناك قوى أخرى كثيرة تستطيع أن تتدخل. هناك شخصيات عامة ليست محسوبة على 6 أبريل وليست محسوبة على الجيش. هذه الأصوات لابد أن تتدخل الآن لكي تخفض سقف التوتر، لأن أتصور أن هناك محاولة لاستفزاز الجيش، هناك محاولة واضحة من قبل البعض لا أستطيع أن أسميها مباشرة. هناك أصوات عندما تتابع الوضع تفصيليا، عندما أغلق مجمع التحرير قيل أن الذين أغلقوه غرباء، عندما تم الحديث عن تعطيل مجرى قناة السويس قيل أنهم غرباء وليسوا من معتصم السويس، عندما تحدثوا عن إغلاق البورصة أو إغلاق طريق الكورنيش في اسكندرية قالوا أنهم غرباء. إذا كانوا هؤلاء غرباء فعلى كل القوى السياسية أن تقول بوضوح أنها لا توافق على مثل هذه التصرفات، لأن واضح أن هناك قوة ما تسعى إلى التصعيد بأقصى درجة. من الذي يستفيد من هذا التصعيد؟ من هي هذه القوة سيد عماد؟ يعني من هي هذه القوة؟ هل تنتمي إلى قوى الثورة، الشباب الذين يريدون تلك المطالب؟ الشباب قالوا بوضوح أنهم لا يعرفون أصحاب هذه الدعوات الغريبة أو الدعوات التصعيدية. كلهم يتبرؤون من هذه الإجراءات التي يقول الجيش أنها تهدد الأمن القومي لمصر وأنها خط أحمر لا يسمح بتجاوزه. فبالتالي إذا علينا أن نوقف التوتر قليلا، أتصور أنه في الساعات القادمة لابد أن تكون هناك محاولة لتهدئة الوضع، لأننا مقبلون على جمعة خطيرة إذا استمر هذا التصعيد. من القاهرة.